سهر تشكي ثور يا ابني يا بعد امك يا غالي، سهر تشكي ثور. تقول يوم العاشر بعدما استشهد أبو عبد الله وجيء لها بالنياق الهزل. الناقة الهزيلة يعني الضعيفة، جابوا النياق هزل ضعفاء وما خلوا فشي على الناقة. ثم بعد ذاك بدأت سيدتي ومولاتي زينب تركب الأطفال واحدا بعد الآخر على النياق، والأطفال يبكون. بقيت في حيرة من أمرها لا تدري، تنظر إلى سيد شباب أهل الجنة أم تنظر إلى النساء إلى الأطفال وهن يبكين ويرفعن من أصواتهن، وكأني بها تنادي تقلهم بهذا بكوا يا عم لا تونون، لا تعثر النوق وتطيحوا. والله واهل المدينة لو يدرون كلهم فرد لقدا ينقدون. انا ما بان على زينب يلحقون. اللعين عمر بن سعد شنو سوى عمر بن سعد؟ ما اكتفى بقتل الحسين، ما اكتفى بقطع الرأس الشريف، ما اكتفى برفع ذلك الرأس الشريف على الرمح، أمرهم أن يمرروا السبايا على الأجساد. زينب ايش راح تشوف؟ انتوا كلكم نساء وعندكم عاطفة وكل احنا فاقدين أعزاء. انت إذا فقدت لك ميت وهذا الميت ما بيشي سالم، لا راسه مقطوع لا ايده مقطوعه لا مطعون الف طعنه، جسم سليم، اذا رايت الميت لا تتمالك نفسك. كيف بزينب بأبي وأمي؟ ترى الحسين على هذا الحال على الرمضة من غير غسل ولا كفن. الإمام السجاد نظر إلى عمته زينب أوشكت أن تلقي بنفسها على الجسد الشريف، وإذا بالإمام ينادي عم زينب. قالت فلا نور عيني. قال عم زينب ودعي وأنت على ظهر الناقة. عم زينب إن رميت بنفسك من يركبك وأنا مقيد. زينب ما اعتادت تترك أبو عليها من طفولتها إلى آخر لحظة هي مع الحسين إلى أن استشهد بأبي وأمي. لما سمعت كلام الإمام السجاد أدارت بنفسها إلى الجسد الطاهر، نادت وأخاه وحسينا وضيعتا بعدك يا أبا عبد الله. الله ومشوا ما ودعوني. خويا لا تقول زينب والحرم ما يودوني، تقعد يا ابو السجاد وانظرمتوني يا بشر وخولت ولوني. طبعا هذه فاقده ابنها، ذيك فاقده زوجها، هذه فاقده ابوها، صار حنين وانين. هذه كل وحده تعاين على ابنها وتودعه، واذا بزينب تلتفت يمينا شمالا. الامام السجاد قال عم زينب عن اي شيء تبحثين؟ قالت يا ابن اخي اين جسد عمك العباس؟ قال لها على المشرعه. والله توادعت النسوان ويا الاهل وتوادعت زينب. نعم نادت اخي يا قمر العشيره انت الذي اركبتني في محملي، اجلس الان وانظر
هذه فاتحة بتعبيرنا، مجلس عزاء للحسين. أنت اظهر ولائك في هذه الأيام لابد أن يظهر. شوفوا انتوا الأعداء شلون قاعد يشتغلون، شوف مبغضين أهل البيت يسعون جاهدين في سبيل عدم إبقاء الشعائر الحسينية. شوفوا ايش قد يشتغلون الأعداء، وإحنا نتعامل ويا هذه الأمور ببساطة. فإذا الإنسان عندما يقول أنا متدين، هذا الدين لا يقتصر على الصلاة فقط، ولا يقتصر على أنه أنا شيعي فقط، وإنما لابد أن يكون هناك عقيدة أقر إلى الله عز وجل وإلى النبي بالنبوة ولأهل البيت بالولاية، وينعكس عن هذا الإقرار صلاة وصيام وإلى غيرها من الأمور، تعامل مع المجتمع. فإذا ولاءنا في هذه الأيام أننا نكون مع الحسين عليه السلام، لأنه النبي صلى الله عليه وآله عندما آدم عليه السلام عندما أكل من تلك الشجرة وأحس بمخالفة الأولى، يقول أخذ يتوسل إلى الله، سأل من جبرائيل قال عزيزي جبرائيل هل لا أعطاني الله ما أقسم عليه حتى يرضى عني؟ يقولون الله سبحانه وتعالى أنزل عليه أسماء الخمسة المعصومين أصحاب الكساء. فبدأ آدم عليه السلام يتوسل إلى الله عز وجل بهم، فإذا ذكر اسم النبي انشرح صدره، إذا ذكر اسم علي انشرح صدره، إذا ذكر اسم فاطمة انشرح صدره،